مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي كوكينج وذ صفاء. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب. بتمنى منكم إذا كنتوا عم تشوفوا هالفيديو لأول مرة تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. مثل ما متعودين العيد بده حلويات، لهيك أنا هالمرة حضرت غريبة وحبيت إني شاركها معكم لحتى تشوفوا طريقة تحضيرها. يلا نبلش. أول شي رح أحتاج كوب سكر بودرة، ورح أضيف عليه كوب سمنة. ضروري نستخدم نفس الكوب لكل المكونات لحتى تنجح معي الغريبة. رح أخلطهم مع بعض لحتى نحصل على مزيج كريمي القوام. هلا بعد ما صار عندي الخليط بقوام كريمي رح أنخل كوبين طحين وضيفهم وبخلطهم مع بعض. لحتى تحصلوا على غريبة ناجحة 100% عجنوها بطريقة الردم مثل ما موضح بالفيديو، لا تدعكوها أبدا، لازم تنعجن بهي الطريقة لحتى تتماسك العجينة. رح أحط العجينة بالبراد لمدة نص ساعة، بعدها رح طلع منها كميات صغيرة واشتغل فيها. بالنسبة للشكل الثاني للغريبة أنا نسيت صور لكم إياه. سويت كرة صغيرة، حطيت الشوكة بالكاكاو وضغطت فيها الكرة لحتى طلع معي هذا الشكل الحلو. بندخل الغريبة على فرن مشغل من قبل بس من تحت على درجة حرارة 200، ونحط الغريبة على الرف الوسط، وبس تشقرت من تحت بنشغل من فوق دقيقتين أو 3. وهيك كانت النتيجة النهائية للغريبة. بتمنى تكون نالت إعجابكم. إذا حبيتوا الفيديو حطوا له لايك واعملوا له شير، وانتظروني بوصفات جديدة. وما تنسوا تتابعوني على انستغرامي، حأترك لكم الرابط بصندوق الوصف. وكل عام وانتم بألف خير.